حديث الوكالات العالمية مشاهدينا الكرام، هذا الأسبوع كان السائق العماني حمد الوهيبي الذي تألق وحقق مركز متقدم، وهو فوزه بالمجموعة N والمركز الثالث على ترتيب الجولة الأولى في راليات الشرق الأوسط، رالي الإمارات الصحراوي. نتابع معا أحداث هذا السباق وأحداث الإنجاز العماني الذي قدمه السائق حمد الوهيبي من خلال هذا التقرير. هكذا رفع السائق العماني حمد الوهيبي علم السلطنة في رالي الإمارات الصحراوي 97 في الأسبوع الماضي، محققا المركز الأول في المجموعة N والمركز الثالث بالنسبة للرالي، مما يعتبر أكبر إنجاز عماني يحققه فريق متكامل في مثل هذه الراليات. والله الحمد لله مرت تمام، مرت احسن ما نريد. الحمد لله الفوز ما توقعناه، لكن الحمد لله اجى الحمد لله، والمستقبل ان شاء الله خير. رالي الامارات الصحراوي والذي ضم افضل السائقين على مستوى الشرق الاوسط، برز فيه هذا الاسم الجديد الذي يملك موهبة جعلته من اول مشاركة يحقق مركز متقدم. حمد الوهيبي الذي نافس بقوة على صدارة هذا الرالي، حتى انه في المرحلة الاخيرة تساوى مع بطل الشرق الاوسط محمد بن سليم. في فرق كثير ما بينها وبين فيديو سيارة صغيرة، سيارة تمرين خذيناها دخلنا فيها في الكويت لكن ما كملنا. ودخول هذا المتسابق العماني في اول جولات الشرق الاوسط وتحقيقه المركز الثالث يعطي دافعا قويا للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل هذه الرياضة المثيرة. وسيكمل الوهيبي رحلته في مراحل الشرق الاوسط، مستكملا الرحلة في لبنان والاردن والكويت وقطر، وينتهي في دبي.